النمر ده لما بيحب نمر زيه او بيحب مثلا اسد، انت بتعرفي؟ بيقعدوا يبصوا لبعض وتلاقي اللي هو ايوه قولي لنا علاقه الحب دي بتبقى عامله ازاي؟ والله يعني لو بنوته ماشيه تلاقيها ماشيه وتقعد تبص له وحاجات كده زي الانسان، تبص له هو لوحده بعيدا عن لو في كتير. في كتير يعني ممكن تلاقي كله معجب بيها مثلا وهي مركزه مع واحد بس. لاني خد بالك الحيوانات هم اللي بيختاروا الازواج. لا كلميني عن الموضوع ده. لا كلميني. خد بالك احنا في اي حيوان هتلاقي الانثى هي اللي بتختار الزوج، مش الزوج هو اللي بيختار الانثى. دي يعني حاجه مع معلومه معروفه في كل الحيوانات. بتمشي بقى هي بتمشي بقى كده وتتمخطر وتدلع في مشيتها نفسها وبتاع، بس بتبص لواحد بس عليها. بس هي بتختار واحد بس بتحبه. بس طب لو هما في اكتر من اسد ويتخانقوا عليها بيحبوها هي طبعا انت بتتصرفي ازاي؟ يعني لا ما بشوفها هي بتحب مين. مش هم وبعد كده انت بقى بتعملي ايه؟ الولد مع نفسه وهي رأيها هي ايه. طيب ماشي، انت بقى هيبقى عندك القدره ان انت تزعلي ده عشان خاطر ده؟ بتعملي كده؟ طبعا. اصل دي مشاعر. مش هتدخل انا. طب التاني ما بيشيلش منك؟ وانا مالي، هي اللي نفضت له مش انا. مش انا. ماليش دخل.